وعندما نتجه دائما إلى الأمام وخطوات متقدمة دائما بنتجه إلى التنمية الشاملة. التنمية المستمرة هي التي تؤتي ثمار نجنيها، وهذه الثمار بالتأكيد ثمار طيبة، لأنها بتحتوي على أفكار أو بتكون نتيجة أفكار نطرحها وننفذ بعضها في الواقع. لكي نتحدث عن التنمية الشاملة والمستدامة، هناك بعض الجمعيات التي تخطو خطوات واسعة في هذا المجال، منهم الأستاذ حسين كامل رئيس مجلس إدارة جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية، وأيضا الأستاذ ماجد عبده الناقد المسرحي والكاتب عضو مجلس إدارة جمعية الطريق. أولا بنرحب بكم معانا أستاذ حسين وأستاذ ماجد، أهلا بكم في بنك الأفكار. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بيك وبالسادة المستمعين. أهلا بكم، وبنقول نحن نحتاج إلى التنمية بشكل دائم، والتنمية على أرض الواقع لابد أن تأخذ شكل خطوات فعلية أو خطوات واقعية. أستاذ حسين كامل، تكلمني عن جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية بشكل عام. متى أنشئت هذه الجمعية وأهدافها والأفكار اللي بتحاول تطرحها في إطار التنمية؟ جماعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية أنشئت سنة 2006 طبقا لقانون الجمعيات اللي كلنا عارفينه 84 سنة 2002. رؤيتنا في الحقيقة بتتعلق بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للأفراد والمجتمعات الأكثر احتياجا من خلال تعبئة وتفعيل دور الفئات المهمشة في المجتمع واستثمار الموارد المحلية. بنشتغل على حاجات كتير، منها تشغيل شباب الخريجين، منها مشروعات صغيرة للشباب، حماية البيئة، أنشطة صحية، قوافل طبية، تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فصول تقوية، خدمات ثقافية، دورات تدريبية، بحوث ودراسات وما إلى ذلك. ده من 2006. طب أكيد من 2006 بقى كان في يعني أفكار كثيرة طرحت ونفذ بعضها. بالظبط. فعايز اقول لحضرتك ان اهم حاجه اتنفذت من خلال جماعه القسطاس. احنا كان لينا مقر في وسط البلد، وبعدين افتكرنا انه في الفتره القادمه انه اهم حاجه نشتغل وسط الناس. ازاي؟ ان احنا خدنا مقر للجمعيه في منطقه تعتبر فقيره ومهمشه اسمها منطقه الطروات. منطقه الطروات دي يعني بتجمع ترى البلد، ترى الاسمنت، حاجه اسمها ترى الحيط اللي بيسموها كوزيكا دلوقتي، منشيه المصري والزهراء. دول 6 شيخات بتجمعهم منطقه الطروات جنب المعادي لو حضراتكم تعرفوا. وكل هذه المناطق بتهتم بيها الجمعيه. كل هذه المناطق بتهتم بيها الجمعيه. احنا الجمعيه بتشتغل على مستوى جمهوريه مصر العربيه، بس زي ما قلت لك في الفتره الاخيره احنا اتجهنا الى المناطق الفقيرة والمهمشة لتفعيل الدور فيها وتنميتها بطريقة مستمرة ومستدامة. طب احنا نتكلم عن يعني كيف جاءت هذه او تحققت هذه التنمية الشاملة، ولكن يعني بننتقل اولا الى الاستاذ ماجد عبده الناقد المسرحي والكاتب وعضو مجلس ادارة جمعية الطريق، لانه الهدف في الحقيقة واحد. بنقول تنمية برضو جمعية الطريق أنا أعلم أنها بتقوم بحملات من وقت إلى آخر لتحقيق هذه التنمية. أستاذ ماجد، فتدينا فكرة عن الأهداف الجمعية بشكل خاص. والله طبعا هو احنا كجمعية طريق احنا بنشتغل في الدعم القانوني ومكافحة الفساد. طبعا احنا رؤيتنا تحقيق مواطن لديه القدرة على الاختيار وتهيئة المناخ المناسب لده. وتاني حاجة احنا مواطن يشارك سياسيا بفاعلية ولديه القدرة على الوصول للعدالة من خلال مجتمع ديمقراطي يحترم الأقليات والمهمشين وتمكين الشباب والمرأة. ودي تقريبا قاسم مشترك بيننا وبين أو مجال مشترك بيننا وبين جماعة القسطاس اللي بيرأس مجلس إدارتها الأستاذ حسين وهو أستاذنا. وطبعا احنا أهدافنا يعني ندعم القوانين والتشريعات والسياسات اللي بتسهم في نشر قيم التسامح والتنوع واللا عنف، وبنرصد برضو وبنحاول نغير في القوانين والتشريعات والسياسات اللي بتقيد حقوق المرأة وبتتناقض مع الدستور اللي بيديها الحقوق دي.
والقوانين الدولية كمان عشان خاطر تمكين المرأة والشباب. طبعا بنعمل ده من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وحملات التوعية الى اخره، اصدار الكتب والمنشورات والى اخره يعني. انا عارفه ان انتوا بتشتغلوا يعني في الفتره الحاليه والفتره القادمه ان شاء الله على جزئيه تمكين المراه من حقوقها الاجتماعيه والسياسيه. ده صحيح، ده صحيح. ده بقى تم ازاي او بيتم ازاي؟ طبعا هي يعني احنا شايفين ان المراه مش اقليه ابدا، احنا شايفين ان المراه لها نصف المجتمع. وطبعا مش اقليه خالص يا لا استاذ طبعا، طبعا ما لا طبعا مش لها قوه يعني، ولها وضعها واحترامها طبعا. ايوه لها قوتها طبعا المجتمعيه في دعم التنميه، باعتبارها يا استاذ ماجد اولا واخيرا هي الام والمربيه، وهي بتربي طبعا اجيال واسره، وطبعا اكيد الاب له دور في الموضوع ده، ولكن المراه دايما احنا بننظر ليها على انها هي الاساس في المجتمع. صحيح. هو عامه هي المراه هي الشريك الرئيسي في الحياه. فطبعا يعني لك ان تتخيلي ان الاثنين الشركاء، يعني مفيش حد بيبقى اقل من الثاني، شركاء في المجتمع مناصفه. ده احنا بنقدس دور المراه حقيقي من خلال حاجات احنا بالفعل قمنا بيها. احنا بنعمل مبادره دلوقتي اسمها قادرات، ودي بنعمل فيها دعم تصويت المراه للمراه للوصول لان احنا نعلي نسبة مشاركة المرأة في البرلمان والنقابات الى اخره، حتى يعني يتسنى للمرأة القيام بدورها المجتمعي في التنمية من خلال دعم هي تدعم قوانينها، احنا ندعمها فهي تدعم القوانين اللي هي تؤيد دورها. ده بقى بيستدعي ان احنا نحقق وعي كبير على مستوى المرأة نفسها. يعني سنتعرف ونقترب من هذا الأمر، ولكن بعد الفاصل الغنائي بنعود مرة أخرى للحوار مع الأستاذ حسين كامل، رئيس مجلس إدارة جامعة القسطاس للحقوق القانونية والدستورية، وأيضا الأستاذ ماجد عبده الناقد المسرحي والكاتب وعضو مجلس إدارة جمعية الطريق. أقول مين يحب يسمع إيه؟ استاذ حسين استاذنا، ربنا يخليك، اتفضل. يعلمنا. لا ربنا يخليك. هو ترك ليك استاذ ماجد، ترك ليك الاختيار يا استاذ حسين. والله لو قديم اسمع اي حاجه لام كلثوم، لو جديد اسمع اي حاجه لمحمد منير، زي ما تحب. بص بقى انت دلوقتي حيرتنا. يبقى ام كلثوم. يبقى ام كلثوم، نسمع ام كلثوم.